اشكال مختلفه لرص الحوائط بالسيراميك. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الارضيات، نصيحه ارجع شوف الفيديو اللي فات. وانت بترص الحوائط هتسمع مصطلح اسمه ستيلو عرضي وكمان ستيلو طولي. شكله عباره عن بلاطات من السيراميك، نسبه طولها بيكون مختلف عن نسبه عرضها، وليكن 30 في 60 مثلا. لو خليت طول البلاطه في الاتجاه الافقي بنسميه ستيلو عرضي، ولو رصيتهم بالطول في الاتجاه الرأسي بنسميه ستيلو طولي. ممكن كمان ترصهم سابق ولاحق، بتعمل شيفت ما بين البلاطات في العراميس بتاعتها. الارضيات هناك كنا بنسميها سابق ولاحق، هنا بنسميها حجاري عشان بتديك شكل المباني الطوب لما بتتجمع مع بعضها. مهم جدا المطابخ والحمامات بتاعتك تكون متربعه ومزويه كويس عشان الغلاءات اللي هتظهر معاك، ويكون الغلاء عرضها من تحت لغايه فوق مقاس واحد بالظبط. وعشان الناس اللي بتزعل من المصطلحات، الغلاءه دي هي جزء من البلاط، الصنايعي بيقطعها عشان خاطر يكمل الجزء اللي ناقص من الحيط. لازم كمان تحدد للصنايعي المكان اللي هيبتدي يرص فيه السيراميك بتاعه، وبيسموه الانطلاق عشان تحدد معاه مكان الغلاءات هتبقى فين. الغلاءه دي ممكن تبقى 10 سم او 20 او 30 حسب الجزء اللي هيتبقى وحسب مقاس البلاط اللي انت شاريه. وكل ما الغلاءه دي بقت صغيره كل ما شكلها بقى وحش، وكل ما كبرت بقى